ادم وورلوك هو من اقدم واهم شخصيات كوميكس مارفل. ادم وورلوك مهم جدا لدرجه انه بيلعب دور محوري في تقريبا اغلب الاحداث الكبيره اللي كل قصص مارفل قدمتها على مدار تاريخها. علشان كده حقيقه انه كل ده لسه ما ظهرش في عالم مارفل السينمائي هو شيء مذهل. عموما ده اخيرا اتغير مع فيلم Guardians of the Galaxy 3، بس طبعا كما هو متوقع الاوريجين بتاع ادم وورلوك وتاريخه ودوره هيكونوا مختلفين بشكل جذري عن كل اللي شفناه في الكوميكس. فلكل المهتمين يعرفوا قصه الشخصيه دي في المصدر الاصلي ولاي مدى اثرت والهمت نسخه الفيلم، الفيديو ده بيستكشف قصه ادم وورلوك في الكوميكس مع استعراض شخصيته وقدراته والدور اللي بيلعبه في عالم مارفل. السبب في ان قصة ادم وورلوك في الكوميكس الاصلية مختلفة بشكل كبير عن قصته في عالم مارفل السينمائي هو ان القصتين بيقعوا في اكوان مختلفة من اكوان مارفل المتعددة. في الفيديو ده انا هركز فقط على نسخة ادم وورلوك من كون ايرث 616 واللي يبقى كون الكوميكس الرئيسي، وبالتالي اظن ممكن تتفرج بدون خوف من الحرق قوي. يعني اول ظهور لادم وورلوك كان في العدد 66 من فانتاستيك فور واللي صدر عام 1967، بس في اول ظهور ليه ده ادم وورلوك ما كانش لسه اسمه ادم وورلوك، بل في الحقيقة ما كانش لسه ليه اسم اصلا. في العدد ده بنتعرف على جماعه اسمها ذا انكليف، ودول مجموعه من العلماء كانوا بيهدفوا الى صنع انسان مثالي، شخص كامل ومتفوق جينيا من كل النواحي علشان يكون الخطوه التاليه في تطور البشر. بعد سنين من الهندسه الوراثيه والتعديلات الكيميائيه العلماء دول بالفعل بيقدروا يصنعوا الكائن المثالي واللي ما كانش ليه اي اسم، وكانوا بيقولوا عليه ببساطه هم، يعني هو. وهو بالفعل اثبت قوته الشديده بل وكمان صعوبه التحكم فيه من وهو لسه في الشرنقه بتاعته. الكائن ده بعد كده قدر يستشعر نيه العلماء اللي صنعوه وعرف انهم عايزين يستخدموه في الشر. هم ما عجبهوش الكلام ده، علشان كده بمجرد ما خرج من الشرنقه بتاعته هاجم صانعيه وهرب من المكان. خلال سلسله من الاحداث هم بيقابل ثور ورفقائه. هم طبيعته طيبه زي ما انتم شايفين، لكنه حرفيا لسه مولود وخبرته في الحياه منعدمه. علشان كده بمجرد ما شاف ليدي سيف واللي تبقى من اهم الالهه النورديين ومن اقرب رفقاء ثور قرر انه عايز يتزاوج معاها. ثور وسيف حاولوا يقنعوه انه ما ينفعش اول ما يشوف واحده تعجبه يروح يتجوزها غصب عنها، بس يعني هو ما اقتنعش وقرر انه يخطف ليدي سيف. طبعا ثور ما سكتش وقدر يعثر على هيم علشان ينقذ ليدي سيف، وبالرغم من قوة هيم اللي فاجئت ثور الا ان ثور قدر في النهاية يتغلب عليه واصابه اصابات شديدة كادت انها تقتله، لكن هيم انقذ نفسه عن طريق انه دخل جوه الشرنقة اللي بيعالج نفسه بيها وهرب من المعركة. من ساعتها هيم ما ظهرش تاني لحد العدد الاول من سلسلة مارفل بريمير واللي صدر سنة 1972. في العدد ده بنعرف انه بعد معركته مع ثور اللي كاد يموت فيها ودخوله في الشرنقة بتاعته فضلت هائمة في الفضاء بدون هدف لحد ما بالصدفة عثر عليها الشخص فائق القوة اللي اسمه ذا هاي ايفولوشنري. طبعا الهاي ايفولوشنري المهووس بتطور الحياة ما ضيعش الفرصة دي وفورا درس الشرنقة وحس بذهول لما شاف جواها هم وشاف ازاي انه الانسان المثالي اللي طالما حلم بيه. خلال محادثاته مع هم الهاي ايفولوشنري بيحكي ان هدفه كان صنع كوكب ارض جديد يكون فيه كل الحاجات الحلوة اللي في كوكب الارض العادي لكن ما فيهوش كل الشرور والعدوان، يعني يعمل عالم مثالي خالي من اي معاناة. الهاي ايفولوشنري نجح بالفعل في صنع العالم ده وسماه كاونتر ايرث، لكن للاسف واحد من الكائنات اللي صنعها اسمه مان بيست تسبب في نشر الفساد في الارض الجديدة دي، والبشر الجداد اللي فيها بدأوا برضو يحاربوا بعض ويقتلوا في بعض. علشان كده الهاي ايفولوشنري قرر انه يدمر الارض الجديدة دي، لكن هم وقفه. هم دلوقتي اصبح ليه هدف جديد انه يساعد الهاي ايفولوشنري في مكافحة المان بيست وانقاذ الكاونتر ايرث من شره. علشان كده الهاي ايفولوشنري اداله جوهرة حطها على جبينه علشان تديله قوة مذهلة. الجوهرة دي هي حجر الروح، واحد من الانفينيتي جيمز المشهورة. ساعتها الهاي ايفولوشنري اطلق على هيم لقب وورلوك، وورلوك راح للكاونتر ايرث اللي ما فيهاش اي ابطال يحموها علشان يبقى بطلها الاول. لما وورلوك وصل للكاونتر ايرث لاول مرة وقع في وسط الصحراء، واللي عثر عليه كانوا 4 مراهقين اسمهم ديفيد، ايدي، جيسون وإيلي. المراهقين
الخارقين دول استغربوا جدا من شكل وورلوك، بالذات جلده اللي كان لونه ذهبي، لكنهم حسوا انه محتاج مساعدة وقرروا يساعدوه. طبعا اول حاجة عملوها هي انهم سألوه اسمك ايه، وهو قال لهم انه ملوش اسم، لكن في حد اطلق عليه لقب وورلوك. ساعتها إيلي قالت له الناس في الطبيعي بيبقى عندهم اسمين، اسم اول وبعدين اسم العيلة، وعلشان وورلوك ده مش اسم بل لقب معناه الساحر، إيلي قررت انها تديله اسم، والاسم ده هو آدم وورلوك. من ساعتها آدم وورلوك دخل في معارك كتير مع مان بيست وأتباعه على كاونتر ايرث، لكن في النهاية قدر بالفعل انه يهزمه ويخلص الكوكب ده من شره. آدم وورلوك بعد كده ساب الكاونتر ايرث بعد ما أدرك ان في عوالم تانية وكواكب تانية محتاجة مساعدته، وبالفعل خلال استكشافه وورلوك قابل واحدة بتطلب مساعدته وبتقول له في مليار شخص محتاجينك. بنكتشف هنا ان الست دي بيطاردها جماعة اسمها The Universal Church of Truth، كنيسة الحقيقة الكونية. وورلوك بيكتشف لاحقا ان الجماعة دي هي امبراطورية ضخمة فيها اجناس فضائية متنوعة كلهم بيعبدوا شخص فائق القوة اسمه دماجس. اليونيفرسال تشيرش اوف تروث هدفها نظريا هو نشر السلام عن طريق تطبيق الرؤية بتاعتهم على الكون كله، لكن طبعا تطبيقهم للرؤية بتاعتهم لا يخلو من العنف والقتل والترهيب لأي حد مش بيتبع معتقداتهم او حتى بيشكك فيها. وورلوك بيقرر انه لازم يوقف الجماعة دي عند حدها هي والقائد بتاعها، وبالفعل بيلاقي نفسه وجها لوجه مع دماجس نفسه. وورلوك اترعب لما شاف قوة دماجس الهائلة، واترعب اكتر لما لقى دماجس يعرف عنه حاجات المفروض محدش غيره يعرفها. هنا وورلوك بيدرك ان ماجس هي كلمة لاتينية معناها الساحر. زماجس يبقى هو آدم وورلوك من المستقبل. واضح ان في المستقبل حجر الروح هيسيطر على وورلوك وهيفسده وهيخليه يبقى زماجس. ساعتها زماجس اكتفى فقط بالتهديد وساب وورلوك ومشي، وده لانه ما يقدرش يقتل وورلوك من غير ما يقتل نفسه، لان وورلوك هو ماجس من الماضي. للاسف نفس المشكلة تنطبق على وورلوك برضه، هو برضه ما يقدرش يقتل ماجس من غير ما يقتل نفسه. ساعتها آدم وورلوك ادرك انه مستحيل يقدر يهزم دماجس لوحده، علشان كده بدأ يدور على حلفاء يساعدوه. وورلوك أثناء رحلته قابل جامورا، واللي بنعرف إنها بتنتمي لجنس تم محوه على إيد أتباع ماجس. إحنا بنفترض في الأول إن هدفها هو الانتقام، لكن أثناء تحالف الاتنين مع بعض ضد ماجس بنتصدم إن اللي بعت جامورا هو في الحقيقة ثانوس، التايتن الشرير الغني عن التعريف. ثانوس بيحكي لوورلوك إنه اخترع آلة زمن وسافر بيها للمستقبل، وفي المستقبل شاف قوة ماجس المذهلة وخطته للسيطرة على الكون. زي ما عارفين ثانوس اهدافه كلها بتتضمن تدمير وتخريب الكون، علشان كده لما شاف قوة ماجس الفائقة وانه بالفعل هيحكم الكون كله ادرك انه هيبقى منافس صعب جدا. علشان كده ثانوس رجع للماضي ومعاه جامورا وبدأ يدربها علشان يستخدمها في انه يغير مصير وورلوك ويمنع تحوله لماجس في المستقبل، لانه شايف ان التعامل مع آدم وورلوك هيكون اسهل بكتير من التعامل مع زماجس. آدم وورلوك للاسف بيلاقي نفسه مضطر يتحالف مع ثانوس وجامورا علشان يقدروا يغيروا القدر ويمنعوا ظهور ماجس المحتوم. في النهاية وورلوك بيستخدم آلة الزمن بتاعت ثانوس في انه يروح للمستقبل ويقابل نفسه لحظات قبل ما يصبح ماجس، وباستخدام حجر الروح آدم وورلوك امتص روح آدم وورلوك بتاع المستقبل، وبكده عمره ما هيبقى ماجس. ومن ساعتها آدم وورلوك اصبح هو The Avatar of Life، يعني الممثل بتاع الحياة، مما خلاه عدو لدود لثانوس، واللي يبقى The Avatar of Death، ممثل الموت. ثانوس في الفترة اللي جاية بدأ يثبت خطورته أكتر وأكتر لما بالفعل بدأ يجمع أحجار الانفينيتي ستونز، بل وبنكتشف برضو إنه طول الفترة اللي كان بيدعي فيها إنه حليف آدم وورلوك ضد ماجس، ثانوس كان بيمتص قوة حجر الروح بتاع وورلوك. ثانوس عمل كل ده بهدف إنه يستخدم قوة الانفينيتي ستونز اللانهائية في القضاء على نص الكائنات الحية في الكون، وده طبعا علشان يرضي التجسيد الكوني للموت واللي ثانوس بيحبها لدرجة الجنون. آدم وورلوك لعب دور محوري في الحرب دي وساعد بشكل كبير جدا في هزيمة ثانوس وإنقاذ الكون. لحسن الحظ أنا حكيت القصة دي بالتفصيل قبل كده من بدايتها لنهايتها في فيديو قديم، هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن. زي ما انتم شايفين آدم وورلوك قدر ينفذ الإنجازات دي كلها بفضل قدراته المذهلة اللي بعضها نتيجة نشأته المميزة ككائن مثالي جينيا. تركيبه المميز ده خلى عنده الكوليكشن المعتادة بتاعة القوة والسرعة والمتانة الخارقين، مع القدرة على الطيران بسرعات فائقة، القدرة على التلاعب بالطاقة الكونية واكتشاف
اكتساب وعي كوني، بالاضافه للقدره على الدخول في الشرنقه بتاعته وعلاج نفسه من اي اصابات، مما بيخليه تقريبا خالد ما بيموتش. ده كله طبعا قبل حتى ما يبقى معاه حجر الروح، واللي ضاف له القدره على امتصاص الارواح، قرايه الافكار والذكريات، مما بيمكنه من تعلم اي لغه فورا. ده غير ان الحجر بيطلق شعاع قوي جدا وورلوك بيستخدمه في القتال. باستخدام قدراته الخارقه دي ادم وورلوك على مدار سنين وسنين من اصدارات الكوميكس شارك في كتير من المغامرات، وانضم لكتير من الفرق، اهمهم فريق الانفينيتي واتش، وطبعا فريق جارديانز اوف ذا جالاكسي اللي مش بس كان عضو فيهم بل كمان ساهم في انشائهم. اخر المغامرات اللي ادم وورلوك شارك فيها كان حدث مهم جدا اسمه انفينيتي وورز، ده غير الانفينيتي وور بتاعت زمان. ده حدث تاني حصل سنة 2018 وبرضه شهد محاولة لتجميع الانفينيتي ستونز، لكن المرة دي اللي عمل كده كان جامورا، واللي وقتها كان بيطلق عليها اسم ريكويم. اثناء سعيها لتجميع الاحجار جامورا دخلت في معركة مع فريق الانفينيتي واتش اللي بيتضمن ادم وورلوك، وخلال المعركة جامورا قطعت راس وورلوك وقتلته وخدت منه حجر الروح. طبعا زي كل مرة بيتعرض لإصابة قاتلة، ادم وورلوك دخل فورا جوه الشرنقة بتاعته علشان يرجع نفسه للحياة، بينما جامورا استخدمت الانفينيتي ستونز في انها تانت الكون لنصين ودمجت النصين مع بعض وصنعت منهم كون جديد اسمه وورب وورلد، وده عالم فيه الشخصيات عبارة عن دمج بين شخصيات تانية. فهتلاقي مثلا سولجر سوبريم واللي يبقى دمج بين كابتن امريكا ودكتور سترينج، هتلاقي ارك نايت واللي يبقى دمج بين سبايدر مان ومون نايت، وهكذا. ممكن اعمل فيديو مستقل عن شخصيات العالم الغريب ده بتفاصيل اكتر، عرفوني في الكومنتات لو حابين ده. المهم ان الموضوع تطلب نشأة فريق جديد من الاشخاص الخارقين اسمه كوزميك افنجرز، تم تأسيسه على ايد لوكي، وتضمن ابطال واشرار زي انت مان وايما فروست وهالك وكانج ذا كونكرر ومس مارفل، وطبعا ما ننساش ادم وورلوك. فريق الكوزميك افنجرز بيقدروا بالفعل يهزموا جامورا وياخدوا منها الانفينيتي ستونز. ادم وورلوك بعد كده استخدم الانفينيتي ستونز في انه يرجع الكون تاني لحالته الاصليه مع الحفاظ على عالم الورب في نفس الوقت. في النهايه ادم وورلوك ادرك ان الناس وهي بتستخدم احجار الانفينيتي دايما هيتسببوا في مشاكل، حتى هو نفسه بقى محتار ازاي يستخدم الاحجار في تصليح كل المشاكل اللي حصلت. علشان كده قرر انه يستخدم الاحجار في انه يديهم وعي علشان هم اللي يقدروا يختاروا مصيرهم بنفسهم. الاحجار بالفعل بدات تتنقل للاماكن اللي هي عايزاها، وورلوك اتصدم لما لقى ان حجر الروح اختار انه يسيبه ويروح حته تانية. وورلوك كان فاكر ان في علاقه خاصه بينه وبين حجر الروح، علشان كده ما قدرش يمنع نفسه من الاحساس بالحزن وان في جزء منه بقى ناقص. بكده عرفنا اصل ادم وورلوك ونشأته، عرفنا اهم واخطر اعدائه، شفنا بعض اهم المغامرات اللي شارك فيها، وتعرفنا شويه على قدراته وايه الحال اللي وصل له حاليا. لو حبيتوا الفيديو ده ما تنسوش لايك وسبسكرايب على قناه ستوري تايم او على قناتي التانية اللي بحط عليها محتوى متنوع اكتر. شكرا للمشاهده واشوفكم الفيديو الجاي.